تماما 10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. مساهمة مجتمعية لمكافحة الأمراض غير المعدية، العثور على آثار تاريخية في قنافنة، دعوة لحماية الأشجار في عرزة. رئيس المجلس العسكري بالسودان يستقيل بعد يوم من الأرطاح بالبشيرة. دعيم كوريا الشمالية يمهل أمريكا حتى نهاية العام. وانتحاري يقتل 18 شخصا في باكستان. أهلا بكم للتفاصيل. أعلن الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن أن أنشطة التوعية الصحية الجارية تسهم في السيطرة على الأمراض غير المعدية. وأشار الاجتماع الذي شاركت فيه المؤسسات الحكومية والمواطنون والطلاب إلى التأثير البطيء والخطير للأمراض غير المعدية، وأن التأخير في التوجه للاستشفاء يصعب من العلاج. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كاسة برهان سلومون أن المهام التي تقوم بها وزارة الصحة في الأمراض عامة والأمراض المعدية خاصة حققت إنجازات كبيرة، ويتطلب من المجتمع رفع وعيه بالأمراض غير المعدية التي أصبحت مغلقة على مستوى العالم. وذكر المسؤول متابعة الأمراض غير المعدية في المكتب السيد ميكيل تخلاي عن ارتفاع مضاعف لأعداد المصابين بالأمراض غير المعدية في إقليم عنسبة، مشيرا كمثال الارتفاع المضطرد للمصابين بالربو في السنوات الثمانية الماضية بالإقليم. ويشير المهنيون الصحيون بأن تناول التبغ والمشروبات الكحولية والسمنة والمأكولات الدسمة وعدم القيام بالنشاط الرياضي من أسباب الأمراض غير المعدية. وتعتبر أمراض السرطان والسكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وأمراض الشعب الهوائية من الأمراض الرئيسية غير المعدية. تم العثور على آثار تاريخية تشمل مساكن وفخاريات ومنقوشات منحوتة في الصخور في قرية عدي سيغاغي بضاحية قنافنة في مديرية مايعيني. وأفاد مراسل وكالة الأنباء أن الآثار التي عثر عليها السكان في أماكن مرجينا وعد الشفان وبعت مسولو بقرية سيغاغي أجرى عليها خبراء الآثار في الإقليم الجنوبي الدراسات الأولية يوم 9 أبريل الحالي. وأوضح السكان بأن المنطقة يعثر عليها الأدوات الفخارية وبقايا رأس وفك وأجزاء بشرية، موضحا بأن المنحوتات الموجودة على الصخور تواجه التلف من رعاة الحيوانات ويتوجب الاهتمام بها. وأوضح الشاب تمسجان حقوس من خبراء الآثار عن توجههم إلى المنطقة ولقائهم السكان بعد إبلاغهم بوجود الآثار، وأجرى استطلاعا قصيرا ويتوجب إجراء دراسات معمقة. وأشاد بمبادرات السكان للحفاظ على الآثار، داعيا رعاة الماشية لإدراك أهمية الآثار والحفاظ عليها. دعا مسؤول حماية الثروة القابية والحياة البرية في مديرية عرزة السيد محمد فيلي لتضافر الجهود الشعبية والحكومية للحد من اقتلاع الأشجار وبيع الفحم والحطب. وأوضح المسؤول عن ضبط حوالي 500 كنتال من الحطب و65 كنتال من الفحم أثناء نقلها إلى المدن والبلدات بطريقة غير قانونية في الأشهر الثمانية الماضية، وأن الوضع مغلق ما لم يتم وضع حد سريع له. وذكر بأن 20% من الحطب والفحم من مديرية عرزة ونسبة 80% جاءت من إقليم القاش بركب السيارات والدواب، مشيرا إلى أن ضواحي عد النفاس وعد وسك ودقمميت وبهنونة وجزا دنقر وملاد مانتا في مديرية عرزة من المناطق التي تشهد اقتلاع الأشجار. وقال أن عدم تنفيذ إدارة المديرية الغرامة المحددة بحوالي 1,000,000 نقفة على 15 قرية بالمديرية
لاقتلاعها الأشجار من عام 2005 وحتى 2018 أصبحت سببا لاستفحال هذا النشاط الإجرامي. وذكر بأن ضواحي عد بزا وسعد عدي تعتبر نموذجا لحماية القطاع النباتي، موضحا بأن على المواطنين احترام القوانين التي أصدرتها وزارة الزراعة لتنمية الثروة النباتية واستخدام الحطب الجاف وتقديم مقتلعي الأشجار أمام القانون. أعلنت جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط وضعها برنامجا بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لتدريب 162 من أبناء الشهداء المختارين من قبل الإدارات لقيادة السيارات. وأوضح المدير العام لقسم الضمان الاجتماعي في الوزارة السيد محمد في الصحيح في اللقاء الذي جرى مع المتدربين أن المواطنون يقومون بمساعدة أسر الشهداء حسب الاستطاعة إلى جانب الإعالة التي تقوم بها الحكومة. وأشاد بمبادرة جمعية تدريب قيادة السيارات. وذكر ممثل الجمعية السيد تخلف برهان هيلان أن مساعدة أسر الشهداء عمل أخلاقي وطني، وأن الجمعية مواصلة للدعم المالي الذي ظلت تقدمه في مختلف الأوقات بادرت لتدريب أبناء الشهداء لقيادة السيارات، وأن التدريب سيبدأ في 17 من أبريل. وشكر المتدربين بالدعم الحكومي والشعبي معربين عن سعادتهم لمبادرة جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط لإكسابهم المهن. وتضم جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط حوالي 82 مدرسة. عقد مكتب التعليم في مديرية نخفة ورشة عمل بمشاركة مدراء المدارس والمشرفون التربويين والشركاء لرفع المشاركة في التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله صالح عن بناء عدد كبير من المدارس في المديرية، لكن المشاركة ليست بالمستوى المأمول وخاصة على مستوى الطالبات. وأشار إلى مواصلة الجهود للتوعية بالتعليم ورفع المشاركة فيه، داعيا المدراء والمعلمين لتعزيز جهودهم وتحسين أسلوب الدراسة لتقوية النتائج. وأكد المشاركون في الورشة على العمل بقوة للدفع بالعملية التعليمية. ودعا مدير مديرية نخفة السيد يعقوب إدريس لمواصلة المساعي المنسقة للوصول إلى المبتغى والتعرف على أسباب مقاطعة التعليم وحلها. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. استقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي يوم الجمعة بعد يوم واحد فقط له في المنصب، مع مطالبة المحتجين بتحقيق سياسي أسرع عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر حسن البشير. وبعد ساعات من سعي المجلس العسكري لتهدئة الغضب الشعبي بتعهده بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، قال بن عوف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. وقال بن عوف أيضا أن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي أعفي من منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري. وقال شهود أنه ما إن وردت أنباء استقالة بن عوف ونائبه حتى انطلقت احتفالات صاخبة في شوارع الخرطوم. وقال المجلس العسكري في وقت سابق أنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها لمدة عامين كحد أقصى، لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمور دون فوضى. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مضيفا أنه لن يكون مهتما بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قال أيضا أنه سوف ينتظر لنهاية هذا العام لصدور قرار من الولايات المتحدة. والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في فبراير والثانية في سنغافورة في يونيو، لكنهما فشلا في الاتفاق على اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي والصاروخي. قال مسؤولون أن انتحاريا فجر نفسه في سوق بباكستان فقتل 18 شخصا على الأقل
نصفهم من أقلية الهزارة في هجوم يستهدف الأقلية الشيعية فيما يبدو. وأضاف المسؤولون أن نحو 48 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان الغني بالموارد في جنوب غرب باكستان. وبلوخستان مركز مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع للنقل والطاقة سيربط بين غرب الصين وميناء جوادار في جنوب باكستان تبلغ تكلفته 57 مليار دولار. وجاء الهجوم بعد عام على الأقل من انحسار الهجمات على الهذارة في بلوخستان، وإن كانت وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة. وسط أجواء من الفرح أحيا التايلانديون مهرجان سونكرانغ أو عيد رأس السنة التايلاندية، ورصدت الكاميرا جانبا طريفا من تلك الاحتفالات تجلى بتبادل المحتفلين مع الفيل رش الماء، الأمر الذي يبعث البهجة في النفوس ويخفف من وطأة الحر في هذه الأيام من السنة. يذكر أن مهرجان سونكرانغ يقام أيضا في ميانمار وفيتنام ولاوس وكمبوديا خلال شهر أبريل من كل عام، لكن فعالياته في تايلاند أكثر جاذبية للسياح على اعتبار أنها البلد الأخيرة يعيشها فيه عدد كبير من الفئر التي تشارك بحيوية ومرح في تلك الاحتفالات، والصورة أبلغ في ذلك. الوقفة الرياضية ستكون آخر ما في هذه النشرة. أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر صاحب الضيافة في مجموعة سهلة نسبيا، فيما وضعت المنتخب المغربي في أصعب مجموعة مع بطلين سابقين. وفي القرعة التي سحبت عند سفح الهرم بمحافظة الجيزة القريبة من العاصمة المصرية، جاء الفراعنة على رأس المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. أما المنتخب المغربي فقد جاء على رأس المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا. وتلتقي الجزائر مع السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة، بينما أوقعت القرعة تونس ضد مالي وموريتانيا وأنغولا في المجموعة الخامسة. وينبع الدور الأول للبطولة المزمع إقامتها في مصر بين 21 من يونيو و19 من يوليو، بمواجهات قوية في الدور الأول أبرزها بين منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة السادسة، والسنغال والجزائر بالمجموعة الثالثة. وصلنا إلى وقت الختام، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.